سرعته متجاوز كل اللي قدامه، وفجأة بيطول الكرة بطريقة غريبة تبهر الجميع، وانطلاقته الأسطورية بتنتهي بهدف رائع من فوق الحارس. بيروح عنده إيساجي فرحان بيه، وتشيجري بيشكره لأنه فوقه وكان الدافع إنه يرجع لنفسه من تاني. وبكده يكون فاضل للفريق زد فرصة واحدة بس، لكنها شبه مستحيلة لأنهم هيواجهوا أقوى فريق في البطولة، الفريق اللي مخسرش ولا مرة لحد دلوقتي. وهم راجعين الأوضة بيشوفوا كون قاعد مع الفريق في، وبيحاول يعمل معاهم صفقة زي اللي عملها قبل كده، يسيبوه يجيب أهداف مقابل إنه يكشف لهم خطة فريق زد، لكن الفريق في بيرفضوا وبيقولوا له إنهم مش محتاجين منه حاجة لأنهم أصلاً واثقين إنهم هيكسبوا بسهولة. وهم بيدرسوا الفريق الخامس بيكتشفوا إنهم فعلاً مرعبين. أخطر ثلاثة فيهم هم زانتسو، ريو وناجي، الثلاثة لوحدهم مسجلين 18 هدف. أخطر واحد فيهم ناجي، والمصيبة إن ريو وناجي لسه بادئين كورة من 6 شهور بس. ريو كان زهقان من حياته في المدرسة وعايز يعمل حاجة جديدة ويدور على